صباح الخير او مساء الخير حسب الوقت اللي بشوف فيه الفيديو. ازيكم يا شباب؟ الاخبار يا رب تكونوا بخير. معاكم احمد من قناه احمد اكس تي في. ان شاء الله النهارده جاي اوريكم حاجه كده جميله ممكن تعملها على الموبايل بتاعك. بس قبل ما ابدا الفيديو بطلب من الناس اللي اول مره تشوفني تعمل اشتراك في القناه، تعمل لايك للفيديو. يلا بينا نبدا في حلقه النهارده. مبدئيا حلقه النهارده ان انت ازاي تشغل ويندوز على الموبايل بتاعك، وهنعمل ان شاء الله حلقة بعد كده ازاي تعمل نظام موبايل او نظام اندرويد على اللابتوب بتاعك او الكمبيوتر بتاعك. ما بتكلمش عن المحاكي، لا انا بتكلم تكون نسخة فعلية زي نسخة الويندوز، لكن تكون كلها او اللي هي بنظام الاندرويد، كأنها هتفتح كأن في تليفون او في تابلت هيفتح معاك على الكمبيوتر، هتفتح معاك عادي زي النسخة. لكن النهاردة خليني اوريكم كده شكل النسخة اللي انا قصدي عليها. نسخة ويندوز 7، تمام، للاندرويد وللايفون برضه. طيب خليني اقلب التليفون ونرجع نشرح مع بعض. طيب مبدئيا ده شكل البرنامج. هسيبه لكم اسم البرنامج ده في صندوق الوصف، تمام. اسمه ويندوز 7. هضغط عليه، لا خليني كده اطلع من البرنامج خالص. ده شكل الواجهة بتاعته. هو هيديك نفس السيت اب بتاعنا ويندوز 7، هيديك نفس الشكل بتاع الويندوز، هيديك كل حاجة تمام. هتدوس على هو نفس صوت فتحة الويندوز. تلاقي هنا سلة المحذوفات فوق، وهتلاقي ماي كمبيوتر هنا تحت. هتلاقي برضو في حاجة لطيفة كده زي الماوس بتروح وتيجي على الشاشة. طيب تمام. لو انا محتاج مثلا ان انا اكبر الشاشة دي زي ما انتم شايفين، ممكن ادخل هنا على البارتيشن ده. معاك نظام ويندوز ممكن تعمل عليه اي حاجة على التليفون. بصراحة برنامج حلو جدا، للناس اللي هي بتحب الاختلاف شوية، بتحب تغير من شكل الموبايل بتاعها. لكن طبعا حد هيقول لي هو ممكن اشغل برامج كمبيوتر او لابتوب عليه؟ لا طبعا. ده ممكن ندخل مثلا على الجيمز. هنا هتلاقي هنا كل الالعاب اللي موجودة على نسخة الويندوز، لكن طبعا مش هيشغل معاك برامج، هو كشكل مش اكتر. بس دي كانت حلقة النهاردة، واستنوني في حلقات جاية ان شاء الله. لينك البرنامج هسيبه لكم في صندوق الوصف. اشوفكم على خير.